انت متهيألك انك تعرف كل حاجه عن الحيتان؟ انا بقول لك بالتاكيد لا، وعلشان كده تعال وانا اقول لك. تعال. في القرن ال17 كان عدد الحيتان 100,000 حوت أحدث في شمال المحيط الأطلسي لوحده، لكن العدد ده في سنة 1955 أصبح أقل من 1000 حوت، يعني الحيتان فقدت 95% من عددها. الحوت الأزرق يا عزيزي لسانه لوحده قد الفيل، أنت متخيل؟ ده اللسان بس. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. بق الحوت يقدر يستوعب 90 طن من الأكل والمية في نفس الوقت، ومعدة الحوت بتستوعب طن من الأكل. الله العظيم مالكش حق. قلب الحوت يقدر يشيلك انت وخمسه من اصحابك. عارف الاسانسير الستة راكب الكبير ده قلب الحوت. ما انت يا ابراهيم، انت جاي تندهش هنا ولا ايه؟ عارف بقى وزن الحوت الازرق ده كام؟ بيحسبوه زي ما بيحسبوا وزن الجنين، بياخدوا ابعاد ومقاييس جسمه ويقدروا يتوقعوا طوله ووزنه. علشان كده وزن الحوت الازرق بيوصل ل 190 طن وطوله 30 متر. كائن بالضخامه دي بيعيش على القشريات يا صديقي، بيتغذى على حاجات شبه الجمبري كده، بيقدر ياكل منها في اليوم الواحد 40 مليون قطعه. مفيش كده حوت رذل يخرج بسنانه الرذله ده ويقفش في رقبه حد خلقني.